أقامت جمعية التضامن الإيغورية ومركز تركستان الشرقية للأخبار احتفالا بمناسبة عيد الأضحى المبارك في ألمانيا، وقد أشاد به السكان المحليون. انتقدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري على اعتقال ملايين الإيغور في شينجيانغ مؤخرا، وقد أجبروا على الدخول في برامج الحكومة التي يطلق عليها اسم إعادة التثقيف. بعد ذلك بدأ الديمقراطيون من الصينيين في الداخل والخارج والإيغور الذين يعيشون في مناطق مختلفة حول العالم بتقديم شهادات مشتركة ضد الحكومة الصينية، وطالبت بوقف الإجراءات التعسفية والاضطهاد السياسي الذي يتعرض له الإيغور من قبل الحكومة الصينية على الفور. كما تم التأكيد على إنشاء الحكومة الصينية لما يسمى مراكز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي في شينجيانغ، والتي اعتقل واحتجز فيها أكثر من 2 مليون من الإيغور والأقليات الإسلامية الأخرى من دون وجود إجراءات قضائية، بالإضافة إلى تعذيب المعتقلين بوحشية، وقد تعرض البعض للتعذيب حتى الموت. في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، اعتقلت الحكومة الصينية ملايين الإيغور والأقليات الإسلامية الأخرى، مما جعل أطفالهم يواجهون ظروف معيشية سيئة، وتقوم الحكومة بوضعهم في دور أيتام تدار بشكل موحد، بحيث يتم تعليمهم الثقافة الصينية وغسل دماغهم. وقد سجلت حالات وفاة لعدد من الأطفال الذين فقدوا آبائهم بسبب المرض وسوء التغذية. ومنذ وقت ليس ببعيد اعتقل والدا طفل في شاتشو، وقد سقط الطفل في النهر وغرق من دون أن يلتفت إليه أحد. اندلع حريق في وقت مبكر في 25 من أغسطس في فندق هوت سبرينغ ليشر هوتيل جزيرة سان مقاطعة هاربن، وتسبب الحريق بمقتل 19 شخصا وإصابة 23 آخرين. وقد أعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية بدأ الحريق في المبنى المكون من 4 طوابق، وكانت مساحة الحريق 400 متر مربع. في 25 من أغسطس تبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسائل التهنئة مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم للاحتفال بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واغتنم الفرصة للاحتفال بهذه الذكرى وقال: سنعزز استراتيجية التطوير والالتحام في إطار مبادرة حزام واحد طريق واحد، وننفذ التعاون متبادل المنفعة، ونعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ونعزز الأمن والسلام والتنمية بين البلدين.